تعالى النهارده اعرفك على اهم 10 اوامر في لينكس للمبتدئين. لو انت داخل مجال الريد تيم فاول حاجه لازم تتعلمها مش ادوات الاختراق، اول حاجه هي اللينكس، لان معظم الادوات اللي هتستخدمها بتشتغل عليه، ولو مش عارف تتحرك جوه النظام هتتعب جدا. فيلا بينا نتعلم سوا. تعالوا نفتح التيرمينال، واول امر معانا هو الامر البي دبليو دي، والامر ده بيقول لك انت واقف فين جوه النظام، تمام. وتاني امر معانا هو ال اس، والامر ده بيعرض لك الملفات والمجلدات الموجوده في المكان اللي انت واقف فيه. ولو عايز تفاصيل اكتر عن الملفات دي هتدوس ls-la. بكده انت عرضت الصلاحيات لكل مجلد فيهم، وعرفت حجمه والتاريخ اللي اتعمل فيه والوقت بتاعه. وتالت امر معانا هو الامر cd. لو عايز تدخل جوه اي مجلد من دول هتكتب الامر cd وتختار اي مجلد منهم، ولنفترض مثلا الديسكتوب. بكده انت دخلت جوه الديسكتوب. ورابع امر معانا هو الامر كات. الامر كات بيعرض لك محتوى اي ملف نصي. انا دلوقتي لو بصينا كده هنلاقي عندنا ملف اسمه النوتس وملف اسمه تيست، دي ملفات نصيه. لو عايزين نقرا اي ملف منهم هنعمل الامر كات ونفتح ملف نوتس. ظهر لنا هنا ان مكتوب في الملف ايه؟ كالي لينكس. خامس امر معانا هو الامر انكيدر. الامر ده بيساعدنا ان احنا نعمل ملف جديد. يعني دلوقتي لو كتبنا ريد تيم ودوسنا انتر كده عمل لنا مجلد اسمه ريد تيم. لو دوسنا ls هنلاقي مجلد اسمه ريد تيم. وسادس امر معانا هو الامر rm، والامر ده بيحذف الملفات او المجلدات، فلازم تستخدمه بحذر. فدلوقتي لو احنا عايزين نمسح اي ملف من دول هنفترض مثلا الملف بتاع نوتس، تمام، ودوسنا انتر وبعد كده بصينا عليه تاني هنلاقيه اتمسح. وسادس امر معانا هو الامر find. الامر فايند ده بيساعدك انك تدور على اي ملف جوه النظام. يعني لو افترضنا ان انت عندك ملف انت عارف اسمه بس انت مش فاكر موجود فين. يعني دلوقتي عندنا ملف على الديسكتوب اسمه تيست، هنفترض ان هو جوه الملفات واحنا مش عارفين مكانه وعايزين ندور عليه. هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين ندور على الملف نوتس، هنكتب الامر فايند داش نيم ونكتب اسم الملف، تمام، وتدوس انتر. قال لك ايه؟ اداك المسار اللي هو فيه اللي هو ديسكتوب، واداك اسم الملف اللي انت بتدور عليه، تمام. تاني امر معانا هو الامر هو ام اي. الامر ده بيعرفك انت شغال بانهي مستخدم دلوقتي، تمام. دلوقتي احنا شغالين باليوزر كالي. طيب لو احنا دلوقتي غيرنا اليوزر للروت وعملنا الامر تاني قال لنا ان اليوزر دلوقتي روت، تمام. سادس امر معانا وهو الامر سودو. الامر سودو بيشغل لك اي امر عندك على النظام بصلاحيات الروت. يعني اي امر ما يقدرش يشغله اليوزر كالي لما تحط قبله سودو وتكتب الباسورد هيشغله لك عادي، تمام. وعشر امر معانا هو الامر اي بي داش اي، والامر ده بيعرض لك معلومات كارت الشبكه وعنوان الاي بي. دي كانت اول 10 اوامر لازم اي شخص يبدا بيها كالي لينكس، فما تحاولش تحفظها لكن استخدمها كل يوم، ومع الوقت هتبقى طبيعيه جدا بالنسبه لك. وما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا رحله تعلم الريد تيم.